الو، الصوت وصل يا دكاتره؟ حد يقول لنا اي حاجه طيب؟ ايوه دكتور سامعينك. تمام. بيقطع ولا حاجه ولا الصوت تمام كده؟ تمام. تمام يا دكتور مش بيقطع. استنى بس دقيقتين بالظبط كده لحد ما الناس اللي معانا على الجروب تدخل. الشاشه اللي قدامكم ايه يا جماعه؟ اللي هي بتاعت العنوان بتاع الكورس. تمام. مش حد متعلق كده. لو الصوت مش واضح في اي وقت او الدنيا هنجت معانا، اكتبوا لي على الشات او حد يبلغنا على طول عشان نلحق الوضع يعني في اول. حد يعرف البتاع ده بيبقى لوحده ازاي بدل ما انا قاعد اقبل كل اسم لوحده كده؟ لا، اللي فاتح كاميرا اقفلها يا جماعه. أنا مش عارف الكاميرا اتقفل ازاي. نبدا طيب. تمام يا دكتور اتفضل. تمام. هعرفكم الناس الاول. دكتور اسلام جمال. تمام ماشي، هنتوكل على الله. آه، نائب بطنه دفعه 2017 طب عين شمس. تمام. آه، الكورس ده تاني مره نعمله مش اول مره. آه، بس هقابل الناس اللي بتدخل معانا دي. بصوا يا جماعه، ان شاء الله الكورس ده هيتسجل كامل لكل الناس اللي اشتركوا معانا في الكورس. ان شاء الله على الجروب اللي احنا عاملينه على التليجرام هنسجل محاضرات ونبعتها للناس كلها بعد كل محاضره. الناس اللي معانا على الجروب هنتفق على المواعيد. احنا النهارده هندي المحاضره كده التعريفيه. نعرف الناس احنا هنشرح ايه، نعرف الناس احنا هنمشي السيستم بتاعنا ازاي. وبعد كده اللي هيفضل معانا يكمل الكورس هم الناس اللي اشتركت معانا. المحاضرات هتبقى مسجله تاني عشان كذا حد بيسال، المحاضرات مسجله كلها وهتتبعت للناس كلها بملف البي دي اف اللي موجود قدامكم. تمام. نقبل الناس كلها. بصوا يا جماعه. آه، معرفتش اكلمك الصبح، قفلت على طول. ايه يا ابني في ايه مالك؟ مزعلك؟ انا هقفل الصوت يا جماعه الناس كلها. تمام. بس محتاج حاجه يكتب لي على الشات عشان الناس اللي بتفتح الصوت غصب عنها. بس بالتالي نبدا كده، كفايه الناس اللي
عشان الناس ما تعطلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الكورس بتاعنا ده هنتعلم فيه ايه؟ اولا دي المواضيع اللي احنا هنشرحها في الكورس كله، من اول تدخل العين يدخل لك الاستقبال لحد يا اما هتحوله يا اما تحجزه عنايه يا اما هتروحوا البيت بعد ما تكون عملت له مانجمنت لكل حاجه. طيب هنتعلم ازاي لو الحاله انت اصلا مش عارف تشخصها هتتصرف معاه ازاي تتعامل مع المرافقين اصلا. انت بيجي لك العيان مش جاي لوحده، العيان بيبقى جاي لك، اقل عيان بيبقى جاي لك معاه 5 أو 10 مرافقين ليه. في شهادات، هديكوا شهادات ان شاء الله. كل الناس اللي حجزت معايا الكورس هسجل اسمها بشهادات. تمام. هعلمك ازاي تحمي نفسك في الاستقبال. في حاجات انت لو عملتها هتسأل عليها مسألة قانونية، تحاول نيابة عامة على طول. انا عارف ان في ناس اشتغلت، بس الكلام ده للناس اللي لسه في الامتياز او اللي اصغر من كده. في حاجات ما تعملهاش في الاستقبال بدافع الشهامة، بدافع الاندفاع بتاعك بقى، وخوفك على العيان وخوفك على الناس اللي حواليه وكده، بس ممكن دي تحولك نيابة عامة. لازم تبقى عارف الفرق بين ايه كل حاجة، ايه الحقوق بتاعتك وايه اللي ليك وايه اللي عليك. عشان انت ممكن تعمل حركات جدعانة مع ناس كتيرة بتجيلك في الاستقبال. يعني مثلا عيان جالك وفي وسط ما انت خلصت معاه كل حاجة، تلاقي واحد من المرافقين يقول لك يا دكتور على فكرة مثلا انا اي حاجة، يقول لك انا عندي دور برد، ممكن تكتب لي اي مضاد حيوي مثلا، ممكن تكتب لي اي حاجة. فانت عادي آه، بدافع انك واحد جالك في الاستقبال فانت بتكتب له. خلي بالك من الناس دي، لازم تبقى عارف اللي كل اللي عليك. انت الاستقبال يعني طوارئ، يعني حالات طارئه بس، ما تعملش معاك حالات عياده. تمام، دي اول حاجه تبقى عارفها. بس تكون اعلى شويه، حاضر. تمام. طب كده واضح؟ حاول تعليه على الاخر اهو. تمام نكمل. آه، ايه اللي احنا هنديه في الكورس بتاعنا بقى؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه اول ما ادخل الاستقبال انت رايح تشتغل. آه، بس اللي فتح الصوت يا جماعه. انا قفلت الصوت يا جماعه، الناس كلها اللي محتاجه هيكتب في الشات. طيب انت اول حاجه اول ما تبقى داخل الاستقبال انت هتعمل ايه اصلا اول ما تدخل الاستقبال؟ اول حاجه انت بتروح تتعرف على الناس اللي معاك في الاستقبال، سواء دكاتره سواء تمريض، ايا كان انت لازم تعرف على الناس دي. تاني حاجه بتسال على دولاب الطوارئ فين. دولاب الطوارئ ده عباره عن دولاب موجود في الاستقبال، هتلاقي فيه كل الادويه اللي انت بتحتاجها معاك في الاستقبال. ادويه الضغط، ادويه الطوارئ كلها عموما، الامبولات، المحاليل. فانت تبقى عارف مكان الادويه دي، عشان لو التمريض سابك او انت نزلت برايفت، واحيانا البرايفت كتير ما بيبقاش فيه تمريض، تبقى انت لوحدك شايل كل حاجه، تبقى عارف هتعامل ازاي، عارف مكان الدواء تجيبه بسرعه ازاي. فانت اول حاجه اول ما تدخل الاستقبال هتروح تشوف فين دولاب الطوارئ، وتبص على الدواء اللي فيه وتعرف مكان كل دواء. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه تبص على الاجهزه اللي قدامك، شوفها شغاله ولا لا. جهاز الضغط شغال ولا لا، ممكن يكون فيه مشكله او في حاجه عطلانه. جهاز السكر في مشكله، لازم تتاكد ان الشرايط موجوده او لا، عشان دي مشكله بتقابلنا كلنا في البرايفت. تلاقيك جاي لك عيان انت مش عارف تتعامل معاه ازاي. تيجي تقيس له السكر، غيبوبه مثلا سكر، مش عارف تقيس له السكر، مش عارف تقيس السكر، هتلاقي في شرايط ناقصه، هتلاقي اي مشكله. تاكد من الحاجات دي. الحاجات دي انا بسيطه، انا عارف الناس كلها واخده بالها منها، بس يعني ايه، خلوها في دماغكم. انت اول ما تخش بتشوف فين دولاب الطوارئ، بتشوف الاجهزه بتاعتك شغاله ولا لا. اهم حاجه جهاز الضغط، جهاز الشكاكه بتاع السكر، وجهاز رسم القلب، والمونيتور بتاعك. الحاجات دي لقيتها شغاله تمام، يبدا البرايفت بتاعك. طبعا التمريض بيقوم بالحاجات دي كلها، بس لو معكش تمريض في اغلب الاماكن البرايفت المستوصفات والمستشفيات العاديه ما بيبقاش فيها، فانت بتشيل الليله لوحدك. طيب عايزك تبقى راكز واقف على رجلك وانت في الاستقبال. اول حاجه ما تسرعش في انك تاخد قرار. تاني حاجه ما تبينش العيان والاهل العيان والمرافقين اللي معاه انك متوتر، حتى لو مش عارف الحاله.
انت كده كده انت في سيستم ماشي عليه، انت بتعمل خطوات معينه بتمشي عليها وخلاص. حتى لو انت مش عارف التشخيص هتعرف تعمل مانجمنت العيان، لان حالات الطوارئ كلها حالات معروفه. انت مش هتكتب علاج يستمر عليه شهور زي الضغط والسكر والغده وكده، لا. تمام. فانت اول حاجه تبقى راكز على رجليك واقف، ما توترش، ما تبينش لحد انك خايف او قلقان. حتى لو المرافقين كلهم هجموا عليك بقى، وبص وهو بيقعد يوجهوا فيك بقى، اللي هو يا دكتور الحق مش عارف ايه، ده اتخبط فيه، ده صباع رجله، ده بطنه، ده صدره، ده شارب مش عارف ايه. لا، انت مالكش دعوه بالكلام ده كله. انت بتمسك العيان، تعمل مانجمنت للحاله اللي قدامك. المرافقين ما يوتركش ومحدش يوجهك. ما تسيبش نفسك للعيان او المرافقين يوجهوك، وجه انت العيان. اسال اسئله محدده، اعمل اناليسز للشكوى اللي جايه عليها. واحد بيقول لك انا عندي شيست بين، يعني جاي عندي الم في الصدر، ما مش قادر اتنفس وجات لي شرقه بالليل فجاي لك. هتلاقيه بيحكي لك يقول لك والقولون كان عندي كذا وجالي امساك وحوارات تانية. لا، انت امسك في اكتر شكوى هو جاي بيها، اكتر حاجه هو قومته من النوم وجابته متشال ليك الاستقبال، واعمل لها اناليسيس كويس. احنا نتعلم ده كده كده في الحالات اللي قدامنا. تمام. ما تخليش العين يوجهك، لازم تبقى مركز في الحته دي قوي. انت لو سبت نفسك لعين هتتوه. طيب. آه في حاجات عايزك تعرفها. اوعى تمضي على اي ورق في الاستقبال، الحوادث بالذات. سواء بقى خناقات، حادثه، هتلاقي امين الشرطه جاي او اي حد جاي يقول لك اكتب له تقرير، او حد عايز يكتب تقرير في حد. مالكش دعوه بالكلام، الكلام ده كله مالكش دعوه بيه. اللي بيكتب التقرير النائب الاداري او مدير المستشفى، ولا تكتب اي حاجه من الكلام ده كله. مش مسؤوليتك كامتياز او كحد نازل يشيل دروبات، يعني بس خصوصا الامتياز. مش مسؤوليتك انك تكتب تقارير، مش مسؤوليتك انك تمضي على اي اوراق خالص. انت كل اللي يهمك العيان والتذكره بتاعته. والتذكره خلي بالك تكتب فيها كل حاجه، اسم العيان وسنه، وايه الفيتال اللي انت عملتها، ضغط، سكر، اكسجين، الحاجات اللي انت عملتها كلها. وتخلي بالك تسجل كل اللي انت عملته، تسجل الادويه اللي انت اخدتها. مثلا اديت له قرص كابتن، اديت له حقنه مثلا مسكن، الحاجات دي كلها لازم تكتبها. تمام. انت بتسجل ده على التذكره بتاعت العيان، ده تحفظ نفسك من اي مساءله، عشان لو حصل لا قدر الله حاجه، العيان اتوفى، حصل اي حاجه، تبقى انت ثابت كل حاجه بورقه بالتاريخ بالساعه. لازم تعمل كده. لحد دلوقتي سامعيني تمام؟ لو في مشكله هتكتبوا يا جماعه، عشان انا مبقاش عارف انا متواصل معاكم ازاي. اللي مشكله يكتب على الشات. احنا لسه دلوقتي ما دخلناش في اي تفاصيل خالص، بس بندردش شويه كده لحد ما بقيه الناس تدخل. كل اللي احنا قلناه تمام. كل اللي احنا قلناه دلوقتي، انت اول ما تدخل الاستقبال هتعمل ايه؟ تعرف على الناس اللي معاك، بتبص على دولاب الاستقبال، دولاب الادويه بتاعتك ايه اللي موجوده، بتعمل بتبص على الاجهزه بتاعتك، بص عليها السريع كده، تشوف ايه شغال وايه مش شغال، عشان تبقى حاضر دايما لو الدنيا اتزحمت عليك في الطوارئ. آه، قلنا كمان ما تمضيش على اي ورقه، ما تكتبش تقارير، ما ما تخليش حد يوجهك من اهل العيانين. انت بتكشف على عيان معين، ما تكتبش حاجه عابره كده لاي واحد من المرافقين وهم معاه، عشان لو حصل له حاجه الناس دي ما بتسميش على الدكاتره. كل اسبوع زي ما انتم شايفين، كل اسبوع في دكتور في السجن نيابه عامه على طول. انت خلي بالكم من الحته دي، انت تبقى عارف اللي كل عليك. ليه الصوت مش شغال؟ الصوت مش شغال يا جماعه ولا ايه؟ في ناس حد كاتب لي ان الصوت مش شغال. طب اللي الصوت مش شغال عنده، اللي الصوت مش شغال عنده ممكن يعمل اللي هي الحركه اللي اسمها ايه، ميوت وان ميوت تاني. ممكن يكون المشكله من عنده، هو الناس كاتبه لي ان هو شغال تمام. الدكتوره اميره بتقول ان الصوت مش شغال. انت ممكن تعمل ان ميوت وميوت تاني، هيشتغل معاك. تمام. هي كل شغال عند كل الناس. نكمل. تمام.
خلاص دلوقتي احنا قلنا ايه، او من اول ما تدخل الاستقبال لحد ما تستقبل اول حاله هتجيلك. تمام. بفكركم تاني، الاوراق الاداريات مش بتاعتك. الاداريات في حد اسمه نائب اداري موجود في كل مستشفى. اي حد هيمضي على ورقه، هتطلع تقرير، هتطلع اي حاجه، المسؤول عنها مش انت، النائب الاداري او مدير المستشفى. انت بتكتب في التذكره العيان الفلاني سنه كذا، الساعه كذا، جالك اخد ايه، وبعدين ترفع التقرير اللي انت شفته ده للنائب الاداري او مدير المستشفى. هو بيتعامل، مش بتاعتك. ما تنساش توثق كل حاجه على التذكره. نبدا بقى ايه في الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا فيه المواضيع اللي قدام حضراتكم ديت. آه نفتح كده نشخبط قلم. احنا طبعا هنعمل الكورس على 5 محاضرات، كل محاضره ساعتين، وممكن نزود على كده، والمواعيد هنحددها على حسب المتوافق مع الناس كلها اللي معانا في الجروب. يعني ايه، بحيث يبقى كل الناس الميعاد متوافق معاه، واللي عنده ظرف او عنده حاجه طارئه المحاضره ما قدرش يحضرها اونلاين، هنسجلها كده كده وهتتبعت. مفيش مشكله من كده. دي اشهر المواضيع اللي هتقابلك في الاستقبال. الاي بي سي دي يعني اللي هي اول حاجه انت بتتعاملها بتتعامل معاها مع اي عيان، هي السيستم اللي احنا بنمشي عليه. اير واي، بريسنج، سيركيوليشن. طبعا ايه، هقول لكم نظره عامه، بس احنا هنشرح كل ده بعدين. شيست بين، اللي هو تقريبا 90% من الحالات اللي هتجيلك الاستقبال، من اول بقى الام اي، الانجينا، كل الحاجات ديت، البلمونري ايديما، الام اي معانا، الاريزميا نعرف نتعامل معاها ازاي، وخصوصا الاس في تي، والانواع التاكي اريزميا كلها، الاي اف كمان عشان حالاتها مشهوره جدا، البلمونري ايديما هنتكلم عليها، الاكيوت سيفير ازمه، الابدومينال بين، والابروتش بتاعتها الابدومينال بين مواضيعها كتيره. تمام. intestinal obstruction وبنكرياتيتس، بيريتونيتس، ابندسيتس، رينال كوليك، كوليستايتس. انا عارف الحاجات دي اغلبها جراحه، بس انت بتجيلك استقبال بطن الاول، انت بتشخصها وبتعمل لها مانجمنت على قد الامكانيات اللي موجوده معاك، وبعدين بتحولها اسم جراحه. سنوم برينس كولايتس، الابر جي اي بليدنج واللور جي اي تي بليدنج، دول هنعرفهم برضه مهمين، هيجوا لك كتير. النهارده اللي هنتكلم عليه كونفirmation اوف ديث، هنعرف ازاي نشخص حالات الوفاه. الاستروك طبعا، انفلاكتيك شوك، ونعرف الاستروك في حوارات كتيره كده، خاصه الناس اللي بتدي اسبرين على طول. لازم عارفين معلومه قدامك، انت مش اي حد استروك بتدي له اسبرين. عارفين ان في انواع هيموراجيك و... واسكيميك. انفلاكتيك شوك المشهوره في الايام الاخيره ديت. تمام. عندنا حالات الهايبوجلايسيميا، الدي كي اي، كونفالجن. الدي كي اي طبعا كتير جدا جدا. السناك بايت، ممكن السناك بايت دكتوره نهاد تشرحها، فهشوف لسه ايا كان، بس كده كده هي معانا يعني، هنسجلها. الستاكسس، هايبرتنسيف كرايسيس، النيموثوركس، اس جي هنتكلم النهارده على المقدمه بتاعته، والاكسجين ديفايس، امتى استخدم ماسك الاكسجين وايه انواعه وكده. تمام. طيب نخش بقى على السلايد بتاعتنا اللي هي ايه. اول حاجه عندنا الكونفirmation اوف ديس رقم 66. حد عنده مشكله في الكلام اللي فات ده قبل ما نخش في الكونفirmation اوف ديس؟ كده كلام عام بالحاجات اللي احنا هنمشي عليها سيستماتيك الفتره الجايه. واللي عنده مشكله في حاجه يقول يا جماعه. تمام. عشان هنبدا في كونفirmation اوف ديس دلوقتي. الموضوعين بتوعنا اللي احنا قلنا عليهم في المجاني النهارده للناس كلها. الصوت مش شغال تاني. طب يا جماعه الصوت ايه؟ الصوت في ناس بتقول الصوت مش شغال. لا، لازم اللي جاي الصوت يبقى فيه شغال عشان الناس كلها تبقى سامعه. الكلام اللي فات ده كله دردشه مع بعض عادي، بس اللي جاي دول موضوعين مهمين يعني. الكونفirmation لسه هنخلصه النهارده كله. الاي سي جي هنقول المقدمه بتاعته بس. تمام. تمام. الناس اللي الصوت عندها مش شغال ممكن تخرج وتدخل تاني.
ان المشكله كده مش عندي. تمام. نبدا بقى بسم الله. الكونفirmation اوف this. ازاي نشخص حالات الوفاه. تمام. آه لازم تبقى عارف انت هتتعرض للموقف ده كتير، سواء هتروح لو انت في البرايفت بقى هتلاقيك بتروح للناس البيوت، هتلاقي بيجي لك حالات الاستقبال كتير، فهتعرف ازاي تتعامل ازاي، وكل موقف وله طريقه تعامل معينه. انت كده كده هتعرف تشخص الحاله دي اذا كانت مات او لا. بس انك تقول تقول لاهل الميت إن هو مات او لا، يعني الفكره في القرار دي نفسها شوف تتعامل ازاي. تمام. طيب انت قدامك العيان دلوقتي، بص على الصوره اللي تحت دي. لا، استنى نجيب القلم. بص على الصوره اللي تحت دي كده. انت خلاص قدامك عيان زي ده، جاي ترمى قدامك على السرير في الاستقبال، او انت رحت شغال في البرايفت، رحت اي بيت من بيوت اللي بيستدعوك تعالى يا دكتور شوف الحاله دي ميته ولا لا. وطبعا هتقابلك في التكليف كتير جدا. التكليف اللي بتوزع الوحدات الصحيه، انت اكتر حاجه بتشتغل اصلا مواليد وفيات. فانت عشان تتعلم كويس ازاي تشخص حاله الوفاه، اول حاجه انت بتدخل ومعاك لو انت رايح البيت معاك لو العيان ده واحده ست مش راجل، هيبقى معاك حد من اهلها، امها، اختها، ابوها، ومعاك راجل كبير عاقل، يعني تشوف حد عاقل كده كبير في العيله وتاخده معاك، عشان انك تقول الخبر وهو اللي يقول لهم مش انت، عشان ما يحصلش مشاكل. تمام. هنشخص ازاي وبعدين هقول لكم ازاي تتعامل مع الحاجات دي. اول حاجه، الجثه قدامك او الشخص اللي قدامك ده، تعرف اذا كان ده في غيبوبه اصلا ولا ميت. اول حاجه بالانسبكشن، انت تبص بعينك الاول، بتشوف الريسبيراتوري موفمنت، حركه التنفس بتاعته. تمام. اول حاجه بتشوف الريسبيراتوري موفمنت، بتبص على الصدر العيان، بتشوفه بيطلع وينزل معاك ولا لا، زي ما احنا عارفين الريسبيراتوري موفمنت ازاي. طبعا انت تبص لمده دقيقه، سواء الريسبيراتوري موفمنت او سواء الريسبيراتوري موفمنت او البلس، انت لمده دقيقه على الاقل، ما تقلش عن كده. مش نظره خاطفه كده في ثانيه وخلاص، لا، تبقى مركز كويس. بص على الريسبيراتوري موفمنت الاول. الريسبيراتوري موفمنت هتلاقي ايه؟ صدر العين مش بيطلع مش بينزل. تسمع النفس ما انتش سامع النفس، ما انتش النفس بتاع العين مش شغال. طيب البلس، انت الكاروتيد زي الصوره دي كده، انت بتحط ايدك على الكاروتيد ارتري، تحس البلس بتاعه، هتلاقيه مش محسوس اصلا، مفيش بلس محسوس. هتجيب السماعه تحطها على الايبكس بتاع الهارت، هتلاقيك مش حاسس نبض. هل كده تشخص انه وفاه؟ لا، لازم تكمل، لازم تكمل. مش عشان النفس والنبض مش شغالين انك تقول يا جماعه الحق الراجل مات. لا مش كده. انت ممكن يكون الهارت ميت بس البرين ستيم لسه شغال، هتخلي بالك. هنعرف ازاي دلوقتي البرين ستيم شغال ولا لا. الدكتور فتح الكاميرا. تمام يا دكاتره. طيب اول حاجه ابص على الريسبيراتوري موفمنت، تاني حاجه على الكاروتيد بالس زي الصوره دي. يبقى انا مش حاسس البلس، مفيش ريسبيريشن. الفيكسد الدايركت فيكسد بيوبل، انت تبص في عين العيان، بتبص على البيوبل اللي احنا بنسميه البؤبؤ، او مش بتسموه ايه، البيوبل نفسه تبص عليه. البيوبل يا جماعه، المفروض انت بتجيب الكشاف معاك او بالتورش بتاع التليفون، تفتح كشاف الفلاش بتاع التليفون وتقربه من البيوبل بتاع العين. الطبيعي ان المفروض الاستجابه بتاعت البيوبل ايه؟ يضيق، عشان يقلل كميه النور اللي داخله. فانت مش هتلاقي كده، انت هتلاقي فيكس زي ما هو ودايليتد. تمام. معلش بقى الناس بتدخل كل شويه دي. طيب اول حاجه ريسبيراتوري موفمنت، مفيش. تاني حاجه كاروتيد بارس، مفيش. البيوبل دايليتد وفيكسد، مش هيضيق ويوسع معاك لما تقرب النور بتاع الكشاف. الكورنيا ريفلكس، هتعمل ايه بالكورنيا ريفلكس؟
هتجيب قطنه وتبرمها زي الصوره دي كده، يعني زي الصوره دي كده. هتجيب قطنه وتبرمها كده من قدام وتلمس بيها الكورنيا، اول الكورنيا كده. مش هتلاقي في ريفلكس، الطبيعي انه بيغمض عينيه. انت هتلاقي الريفلكس ده مش موجود. الجاج ريفلكس ما حدش بيعمله. انت بتجيب طنج دبريسور، طنج دبريسور خافض لسان وتحطه في سقف بق العيان. طبعا مش هتعمل كده انت يعني. يبقى اول اربع حاجات دول. ريسبيراتوري موفمنت اول حاجه مش موجوده. قرارة البارس هتحسه بايدك مش موجود. هتجيب التورش بتاعك او النور بتاع الكشاف وتحط على تقربه من البيوبل، هتلاقيه دايليتد فيكسد، مش هيحصل كونستريكشن. هتجيب قطنه وعلى الكورنيا بتاعت العين وتلمسها كده، مش هتلاقي فيها اي ريفلكس خالص. تمام. في شور ساين اللي مكتوبه تحت ديت، اللي هي ريجوز مورتس، اللي هو العين بتخشب قدامك. يعني انت لو بصيت على الصوره اللي تحت دي هتلاقي ايه؟ العيان ده المفروض يعني نصه التحتاني ده المفروض يقع لتحت. امال هو فلات كده، يعني ايه؟ متخشب كانه خشبه، برغم ان هو الحته دي مش محطوط تحتها حاجه ودي مش تحتها حاجه. عارفين ريجول مورتس اكيد. دي طبعا بتبقى بعد حوالي 3 ساعات. في اللي بعد ساعتين اللي هو بتلاقي البقع اللي مكان زي الكدمات كده، في الاجزاء اللي ملامسه للمنضده اللي عليها او السرير اللي عليه. بس طبعا انت مش هيستنوا 3 ساعات ويندهولك، يعني هي دي شور سايت. طيب تاني عشان نشخص، في 4 حاجات. اول حاجه هتحس بعين، اول حاجه هتشوف بعينيك ريسبيراتوري موفمنت، هتحس البلس بايدك وتسمع بالسماعه هتلاقيه مش موجود. البيوبل دايركت فيكس. الكورنيا ريفلكس اكتر حاجه انت بتعملها اصلا. يعني الكورنيا ريفلكس انت بتجيب القطنه وتبرمها كده، تقرب من العيان، ما لقيتش الريفلكس خلاص انت بتقول العيان ده ايه؟ مات. آه... انت لو في المستشفى طبعا بتعمل الحاجات ديت. هو بيقول ان بتاع هيفصل ب 11 ده 42 دقيقه بس، مش هنبقى نعمل لينك تاني. آه... الحاجات دي انت بتعملها حتى لو انت في المستشفى، وبتعمل معاه رسم قلب كمان. رسم قلب طبعا هيطلع ايه؟ هيطلع فلات زي ده كده. طيب لو انت في البيت انت بتشخص الحاجات دي. في حاجه تانية اسمها ايه؟ في حاجه تانية اسمها كالوريك تيست. ايه الكالوريك تيست ده؟ الكالوريك تيست ده يا سيدي بتجيب حقنتين تحط في واحده ميه سخنه وواحده ميه ساقعه. ده اللي كنت بقول لك عليها، بتشوف البرين ستيم شغال ولا لا. بتجيب الحقنه اللي فيها ميه ساقعه وتحطها في ودن العيان. تمام. لو لقيت عينيه اتحركت بعيد عن الميه الساقعه، المفروض يعني يا بعيد عن الميه الساقعه يا ناحيه الميه السخنه، ولا العكس. لا، النورمال بيتحرك ناحيه الناحيه الساقعه. الابنورمال بيتحرك العكس. يعني انت اول ما تحط الميه الساقعه، لو ده التست ده الكالوريك تيست او البرين ستيم ماتت، يبقى مش هتلاقي فيه اي حركه في العين. لا الميه سخنه ولا الساقعه، كده كده انت بتمسك راسه وتمسك الحقنه تحط فيها واحده ساقعه وواحده سخنه. خلينا في الساقعه. بتجيب الحقنه اللي فيها ميه ساقعه وتخبطها في ودنه، هتلاقي عينه بتتحرك. تمام. الحركه دي ما حصلتش، يبقى هنا البرين ستيم ماتت. الحركه دي حصلت حتى لو انت مش سامع البلس، انت هنا هتعملي فورا. انت كده ايه عندك ايه؟ الهارت واقف بس البرين ستيم شغال لسه، هتبدا سي بي ار على طول. ما تستناش. يمكن دي الاشياء اللي تتعلق فيها وتنقذك من موقف انك تقول العين مات او لا. تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه كالوريك تيست. في الحاله ديت لو انت مش سامع البلس ومفيش ريسبيراتوري موفمنت ومفيش كورنر ريفلكس، والتيست اللي انت عملته لقيت العين بتتحرك معاك، انت بتبدا سي بي ار، تتصل بالاسعاف وتخلي حد من العيان يساعدك. انت طبعا في الحاله دي بتعمل ايه؟ ماوس تو ماوس، البريسنج. انت قاعد في البيت يعني. لو في المستشفى انت كده بتعمل سي بي ار في المستشفى، انت معاك الفريق بتاعك. تاني كده نلخص كده كونفirmation اوف تيست. اول حاجه انت بتدخل على العيان، بتشوف الريسبيراتوري موفمنت هتلاقيها مش موجوده، الكارت بالس مش موجود، البيوبل بالتورش او الكشاف او الكشاف بتاع التليفون هتلاقي دايليتو فيكسد، الكورنر ريفلكس بالقطنه تلمس طرف الكورنيا كده تلاقي مفيش اي استجابه، الجاد ريفلكس مش موجود. بعد كده
هتعمل التست، هتجيب سرنجه تحط فيها ميه ساقعه او ميه سخنه تضربها في ودن العيان. لو اتحركت تمام، ما اتحركتش يبقى خلاص انت كده بتبصم بال10 ان العيان ده ميت. تمام. لو لقيته ريبي مورس اللي هو متخشب خلاص قدامك، خلاص انت بيبقى ميت بقاله فتره، عدى عليه 3 ساعات. تمام. في حاجات بقى عايزك تعرفها، حاجات اللي انا كاتبها لك في السلايد دي، حاجات اوعى تعملها. طبعا او لو انت في البيت رايح تشوف، لو انت في التكليف مثلا ورحت تشوف حد ميت في البيت عشان تشخص له ولا لا، اوعى تقول لاهل الميت انه مات على طول. الناس هتصوت في وشك، الناس هتزعق لك، الناس هتضربك حرفيا. فانت خلي بالك من الحته دي. انت بكل هدوء كده، انت بتشوف واحد كبير تقول لهم يا جماعه الحاله ميتت، الحاله ماتت خلاص توفت بقاء لله، وبتخلع انت وهو يبلغ الناس. لو لقيت الدنيا لبش والناس كلها مشدوده ومحدش متقبل الفكره، انت يا جماعه بتقول لهم الحاله ديت حتى لو متاكد انها ماتت، الحاله دي محتاجه دلوقتي تروح مستشفى ضروري، تطلب الاسعاف، توكل على الله، انت امورك خلصت. تمام. طيب لو جايين لك في الاستقبال، جايين لك في الاستقبال هتعمل مسرحيه انت والتمريض، ودي بتحصل كتير قوي. هتعمل مسرحيه، تشتغل سي بي ار يا باشا، وتقول للتمريض يعمل رسم قلب، وتشتغلوا المسرحيه بتاعتكم دي كلها، انت حتى لو انت عارف ان هم مات، وبعدين دي كده ايه، هتقول بقاء لله. ما تقولش على طول. ليه؟ عشان انت حتى لو متاكد ان هو مات، تلاقي الناس كلها بتقول لك الدكتور ما عملش شغله، الدكاتره مش شايفه شغلها، الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده وتتضرب عموما. فانت خلي بالك من الحته دي. انت في الاستقبال تبقى متفق مع التمريض وعارفين ان كله بيعمل كده عموما. حاله جات لك حتى لو ميته واهل الناس عارفين ان هو ميته، انت بتقولش، مش بتشوف العلامات دي وتقول خلاص العلامات، لا، اشتغل سي بي ار يا باشا وتيب العيان واعمل رسم قلب، خد لك تلت ساعه نص ساعه، بعد كده اعلن الوفاه للناس. لو انت في البيت ما تقولش، لو انت في البيت ما تقولش، هتقول لهم الحاله دي محتاجه مستشفى حالا، وتاخد بعضك وتمشي، عشان ما حدش يأذيه. ده في اغلب الناس اللي خصوصا في الارياف وفي اماكن ما تعرفش ايه اللي ممكن يجرى لها يعني كده كونفirmation اوف احنا خلصناه. نراجع على حاجه ضروري على السريع كده. الحاجات بتاعتنا دي على السريع، دي اهم سلايد عندنا. كونفirmation اوف بعرفه ازاي؟ مفيش ريسبيراتوري موفمنت، مفيش كاروتيد بالس، دايركت فيكس الجوبل، مفيش كورنر ريفلكس اللي هتعمله اغلب حاجه هتعملها، والتست بتاع الميه الساقعه بتاع السرنجه اللي هو الكالوريك تيست هتعمله، ما تعملوش، بس في الاغلب يعني لازم تعمله. يعني انت يعني لو خلاصه الكونفirmation اوف ذس، لو جينا كده نكتب هنا confirmation اوف ذس الخلاصه بتاعتها، هتعمل حاجتين. confirmation اوف ذس الصفحه الفاضيه دي هتعمل حاجتين: كورنيا ريفلكس بالقطنه. طبعا انت بعد ما تشوف الريسبيريشن وتشوف البلس بتعمل حاجه دي، كورنيا ريفلكس. تمام. وبتعمل الكالوريك تيست، بعد كده بتعلن الوفاه. تمام كده. طبعا انت في المستشفى تعمل رسم قلب اللي بيبان قدامك اللي هو ايه، فلات كده. كده حد عنده مشكله في الكونفirmation اوف ذس؟ خلصناه كده. نكمل على طول. نتكلم عن رسم القلب على السريع كده. في ناس خلال رسم القلب، واحنا باقي معانا 4 دقايق بالظبط، احنا ممكن نتكلم فيهم على رسم القلب، احنا مش هنتكلم كتير في رسم القلب. تمام. بصوا يا جماعه، رسم القلب على السريع كده. انت طبعا عندك رسم القلب طبعا اللي بيعمله التمريض، بس تبقى عارف بيشتغل ازاي. بص احنا معانا 4 دقايق بالظبط او 3 دقايق هنقول فيها رسم القلب على السريع، واللي محتاج اسئله احنا ممكن نفتح تاني. تمام. طيب رسم القلب، انت تعرف الاول الليدز اللي قدامك، انت عندك 6 بامب اللي بتحطوا على الشيست ليد اللي هم دول. تمام. وعندك ال4 ليد اللي هم ايه اللي احنا حافظينهم، الايد اليمين في رجل اليمين، الايد الشمال في رجل الشمال، احمر في اسود اصفر في اخضر، نار وطفيناها، صحراء وخضرناها، زي ما انت شايف هنا كده. نار اللي هي الاحمر، وطفيناها اللي هي الاسود، ايد يمين رجل يمين. صحراء اللي هي الاصفر، وخضرناها اللي هي ايد شمال رجل شمال.
تمام؟ يبقى انت كده حطيت الليد ديت على على جسم العيان، تمام، وتبدا تعمل رسم القلب. طيب انت خلاص انت بتسمع طبعا التمريض اللي بيعمل الكلام ده كله، انت بتشيك على جهاز رسم القلب، بتعرف اذا كان رسم القلب اللي قدامك ده طالع مظبوط ولا لا. في حاجه اسمها ايه؟ ستاندرايزيشن. بتشوف الاستاندرايزيشن والكونكشن. بتشوفهم ازاي؟ بص يا باشا، انت بتمسك ورقه رسم القلب كده، دي الرساله الاخيره لينا. بتمسك ستاندرايزيشن، بتمسك ورقه رسم القلب، بتشوف اول علامه اللي بيحطها لك الجهاز في الاول دي اللي عليها دايره زرقاء دي، بتلاقي طولها مربعين وعرضها مربع. طول كده مربعين، كده مربعين، والعرض مربع، تمام. دي بنسميها ستاندرايزيشن. الجهاز هو بيرسمها لك اصلا في اول الورقه كده. الكونكشن البي ويف في ليد واحد بتبقى وشها لفوق، وفي الاي في ار طبعا كله في اي في ار مقلوب، يعني كله في اي في ار، ادي اي في ار كله مقلوب. طبعا الليد عندنا متسميه ازاي؟ ليد 1 و2 و3 واي في ار، اي في ال، اي في اف، وبعدين في 1 2 3 لحد ايه؟ في 6. تمام. البي ويف بتبقى هنا ابرايت لفوق، وشها لفوق، ادي وشها لفوق، اهي وشها لفوق. وفي الليد وفي الاي في ار بتبقى مقلوبه لتحت. طبعا كل الليدز مقلوبه في الاي في ار. يبقى الكونكشن تمام، والستاندرايزيشن تمام. طب تيجي على نبص اللي تحت، الثلاثه اللي تحت دول، ايه رايك في الستاندرايزيشن دي؟ انهي نورمال وانهي مش نورمال في الثلاثه دي؟ دي واحد، دي اثنين، دي ثلاثه. انهي فيهم مظبوطه وانهي مش مظبوطه؟ انهي فيهم طولها مربعين وعرضها مربع وانهي مش مظبوطه؟ التوصيل بتاع الجهاز بتاعنا. واحد، اثنين، ثلاثه.